هاي يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. رجعت لكم النهارده بفيديو جديد وهو عن الروتين الصباحي لاول يوم مدرسه. هشارك يا بنات معاكم النهارده روتيني في اول يوم مدرسه بتفاصيل الصبح بعمل ايه. هشارك معاكم صحيت امتى، اليونيفورم، الفطار، اللانش بوكس، وكمان هصور لكم وانا رايحه المدرسه. وفي تفاصيل كتير قوي غير كده، فتابعوا الفيديو الاخر. ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وتكونوا اول ناس تشوف الفيديوهات الجديدة. متنسوش تشاركوا الفيديو ده مع اصحابكم. ودلوقتي يلا نبدأ. ملحوظة صغيرة يا جماعة، انا المدرسة بتاعتي كانت يوم الاثنين، وانتوا تستغربوا ان انا منزلكم الفيديو بعدها بفترة. بس الصراحة يعني على ما لحقت ان انا منتجه واسجله وكده. حاجة بقى يا بنات، انا صحيت الساعة 6. انا هنا كنت بصور لكم المنبه بالليل وانا بظبطه على حسب يا بنات انتوا مدرستكم بعيدة او قريبة من البيت، فانتوا يعني اظبطوا المنبه المناسب ليكوا. انا بظبط كذا واحد لاني مش بصحى صراحة من اول منبه. اعتقد كلنا يعني زي كده. اكتبولي في الكومنتس انتوا بتصحوا الساعة كام. المهم ان انا كنت باين بصور لكم هنا يا بنات، كنت بصور لكم المنبه. بحب يا جماعة اصحى بدري شوية عشان اعمل كل حاجة براحتي وما بقاش مستعجلة يعني، او ان انا اكروت كل حاجة اخلصها بسرعة. بعد كده قمت اتوضيت وصليت الفجر. وبجد يا جماعة الشتاء او المدرسة بالذات فرصة ممتازة ان انتوا تسمعوا الصلاة. مش هيبقى لكم حاجة احنا صحينا متأخر صحينا بدري، انتوا يعني هتصحوا بجد على ميعاد الصلاة. فلازم ان انتوا تحاولوا تنتظموا بالذات على صلاة الفجر في ميعادها، عشان بجد الشتاء فرصة ممتازة جدا جدا. وبعد كده يا بنات بقى، بعد ما خلصت صلاة رحت عشان اقرا اذكار الصباح والمساء. قلت لكم يا جماعه الكتاب ده تحفه جدا، جايب اذكار الصباح والمساء واذكار قبل النوم. يعني انتوا برضو حاولوا ان انتوا تقراوهم، مش هياخدوا منكم وقت يا جماعه، بس بجد مهمين جدا. بعد كده يا جماعه كتبت التودو ليست بتاعتي، لاني انا اصلا ما كنتش كتبتها. ممكن انتوا تكتبوها من بالليل او تكتبوها الصبح، انا ما كنتش كتبتها من بالليل فكتبتها النهارده. اكتبوا يا جماعه كل الحاجات اللي عايزين تعملوها بالتفصيل، علشان يعني ما تجوش كده مثلا في نص اليوم تتوهوا وتقولوا مثلا احنا عايزين نعمل ايه او كده. فانتوا حددوا المهام اللي عليكم كلها عشان تكونوا عارفين انتوا هتعملوا ايه. وبعد بقى ما كتبت التودو ليست وخلصت، رحت عشان اعمل سكين كير. بصوا يا جماعه، هو سكين كير بسيط. استخدمت الغسول ده من كلير سيلو يا جماعه، بجد هو قرب يخلص بس هو بجد تحفه. والكريم ده من ميلانسينول. الاتنين يا جماعه كومبو حلو قوي للبشره الدهنيه والمختلطه. كلمتكم عنهم كتير قوي، هما بجد يستاهلوا، وانا هكررهم تاني لما يخلصوا. المهم ان انا غسلت وشي بالغسول ورطبته بالكريم ده من ميلانتينول زي ما قلت لكم. وبعد كده يا جماعه سرحت شعري. طبعا يا جماعه انتوا لو محجبين او مش محجبين لازم يوميا تسرحوا شعركم. انا هنا سرحت شعري زي ما انتوا شايفين، وبعدها رطبت شفايفي بالليب بالم دي من لونا. حلوه قوي يا جماعه، برضو ترطيبها حلو. ممكن تحطوا فازلين، ممكن تحطوا مثلا اي ليب بالم، بس المهم انتوا ترطبوا شفايفكم بالذات قبل ما اطلعوا عشان يبقى شكلها صحي كده وحلو. ممكن تحطوا حاجه شفافه عشان مثلا لو مش حابين ان المدرسين تتكلم معاكم او تقول لكم حاطين ميك اب او كده. وبعد كده يا جماعه برضو من الحاجات المهمه جدا ان انا رطبت ايديا. وجماعه عملت لكم الفيديو اللي فات شنطه الطوارئ، هسيبه لكم في الديسكريبشن بوكس، روحوا اتفرجوا عليه عشان بجد هيفيدكم قوي. وشنطه الطوارئ بالذات هتنفعكم قوي بالذات في المدرسه. رطبت بالكريم ده من نيفيا سوفت. هو يا جماعه يعني هو صغير، عشان كده انا كنت حاطه لكم في شنطه الطوارئ اصلا. المهم ان انا خلصت السكين كير بتاعي كله الحمد لله. غسلت وشي بالغسول ورطبته وبس. بعد كده بقى هوريكم اليونيفورم. بصوا يا جماعه، اليونيفورم هو تي شيرت، عباره عن تي شيرت بنفسجي وبنطلون سويت بانس كحلي. اوريكم الشراب التحفه ده يا جماعه، حاساه قوي يعني للفول والخريف بقى وكده، عشان حاساه رصاصي وحاساه حلو قوي. يا جماعه انا بلبس طرحه كحلي، ما كنتش مصوراها صراحه عشان كنت لسه هكويها فمصورتهاش. زي ما انتم شايفين هو عباره عن تي شيرت وبنطلون. كنت بصور لكم هنا الشراب. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، واكتبوا لي كمان ايه اليونيفورم بتاع مدرستكم بتلبسوا ايه. فزي ما انتم شايفين يعني برضو البندانه انا مصورتهاش لان احنا عارفين ان هي البندانه سودا بيزك يعني. بس هو ده التي شيرت والبنطلون والشراب، بس هو ده. وكمان كنت كاويه الهدوم طبعا. وانا هنا صورت لكم الطرحه دي بعد ما كويتها. هي برضو مش عارفه فضلت مكسره ولا ايه، بس المهم ان هي لونها كحلي. انا كنت جايباها يا جماعه اللي هي خامه الموديل. الخامه دي حلوه جدا مش بتقع.
ولو انتوا يا جماعه مش محجبين، انتوا بقى طبعا سرحوا شعركم وخلوا شكله حلو، اعملوا تسريحه حلوه برضو، ما تفردوش قوي عشان ما حد يقول لكم انتوا جايين مدرسه او كده. يعني ممكن تعملوا التسريحات اللي هي المدرسه، بس برضو تخلوا شكله حلو منظم. اربطوه يا جماعه كمان بتوكه ستان عشان ما يتقطعش برضو منكم في فتره يعني في فتره اللي انتوا قاعدين فيها في المدرسه. وبعد كده يا جماعه رحت بقى مليت الزمزميه بتاعتي. انا مش عارفه انا جايباها بنفسجي، انتوا هتكتبوا لي في الكومنتس يعني انتوا مطقماها مع الاوتفيت. انا يا جماعه جايباها من غير قصد وهي طلعت كده في الاخر. ورحت بقى عملت السندوتشات بتاعتي. ممكن تشتروا حاجات من بره او ممكن تعملوا سندوتشات، يعني بس انا بحس ان انتوا تعملوا في البيت ده بيكون صحي اكتر. بعد كده يا جماعه فطرت النهارده فطار يا جماعه مختلف. انا جبت زبادي وقطعت عليها فاكهه وحطيت عليها عسل، بحس الفطار ده حلو وخفيف وفي نفس الوقت صحي. انا كنت حاطه هنا جوافه، ممكن تحطوا عنب، ممكن تحطوا فراوله، ممكن تحطوا موز، ممكن تحطوا اي حاجه. يعني المهم ان انا حطيت الزبادي وحطيت عليها عسل نحل وقطعت عليها الفاكهه. ممكن اي نوع فاكهه يا جماعه بجد طعمها حلو، وتحسوا ان هي شويه مختلفه عن الفطار العادي. ان مثلا انتوا مثلا تفطروا شاي بلبن او سندوتشات عاديه او كده، بحس الفطار ده مختلف يعني تحسوه تغيير. ممكن تفطروا اي حاجه، المهم ان هي تكون حاجه مشبعه وصحيه عشان تخليكم تفضلوا مركزين وتشبعوا يعني فتره طويله. بجد يا جماعه كان طعمه حلو قوي، انصحكم تجربوه عشان بجد هتدمنوه. هنا يا جماعه برضو ده السنيكرز بتاعتي او الكوتشي بتاعي. يعني انا جايباه ابيض يا جماعه، انا بجيب السنيكرز بالذات ابيض، مش هجيبها اسود. هو كان فيه حته رصاصي كده من ورا زي ما انتم شايفين. هو شكله حلو جدا وبجد مريح يا جماعه في الرجل. اختاروا يا جماعه سنيكرز ما تكونش عاليه وفي نفس الوقت تكون يعني لونها بيزك، يعني تكون لونها يعني ابيض او اسود، ما تجيبوش الوان غير كده لان هي بجد. وهاتوا برضو الستايل يعني اللي ما يكونش مثلا يليق على كل هدوم، يعني هاتوا ستايل يليق على كل الهدوم. وبعد كده يا جماعه هنا كنت بصور لكم وانا خارجه بقى بره رايحه المدرسه. فزي ما انتم شايفين السما بجد كان شكلها تحفه قوي تحفه. طبعا يا جماعه ده انا لكم يعني ده واحنا رايحه المدرسه. ان شاء الله يا جماعه اصور لكم بقى وانا راجعه من المدرسه. وبس كده يا جماعه ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم واستفدتوا بيه. ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتشاركوه مع اصحابكم عشان يوصلكم كل جديد. واستنوا بارت 2 اللي هيكون عن الروتين المسائي. ولو عايزين يا جماعه روتينات وفيديوهات دي من دي كتير اكتبوا لي تحت في الكومنتس. ولو عندكم اي فكره فيديو عايزيني اعملها اكتبوا لي برده تحت عشان نوصل يا جماعه ل 2000 مشترك قبل نهايه السنه، وان ده مش هيتحقق غير بدعمكم. فروحوا دلوقتي اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبس كده، باي.